يا مساء الفل. النهاردة هنعمل البانيه النباتي او الصيامي بطريقة خطيرة وهيبقى مقرمش، هتتبسطوا منه جدا. انا معايا حمص، ربع حمص منقوع. لازم تنقعوه قبلها بفترة على الاقل 15 ساعة، وبعد كده تسلقوه لغاية لما يتهري خالص. ومعايا حوالي 3 بطاطسيات متوسطين برضو مسلوقين ومهروسين، ومش محطوط عليهم حاجه، ولا احط ملح ولا كمون ولا اي حاجه. واحطهم في الكبه بتاعتي كده، افرمهم ناعم خالص لغايه لما يبقوا عجينه معايا. وهحط معاهم بصلايه صغيره كده. احط بقى البهارات بتاعتي، الملح طبعا حسب الرغبه بتاعتك، انتي مملحي بقى ودوقي براحتك. والبهارات اللي هتحول معايا البانيه دوت ليه، هتخليه زي بجد بتاع الشركات. وبعد كده هحط فلفل، حطيت توم باودر وبابريكا. والمكون بقى الخطير اللي معانا بهارات الفراخ، هتديني طعم. وما تقلقوش، هي كده كده دي بهارات يعني حاجة صيامي، ما تقلقوش من. هضرب بقى ده كله في الكبة وارجع لكم تاني. ده شكله، انا حاولت انعمه على قد ما اقدر. انا بحاول طبعا اخد شوية بشوية كده في الكبة بتاعتي لانها صغيرة، بطحنه على قد ما اقدر. وهاجي بقى بعد ما اطحن المكونات بتاعتي، اروح بقى حاطه معلقتين دقيق البريدنج بقى اللي هعمل بيه البديل البيض. دقيق ونشا ونفس البهارات اللي انا حطيتها في العجينه بتاعتي، البصل البودر والبابريكا والملح والفلفل وبهارات الفراخ. وهبتدي ان انا احط ميه، وما ننساش طبعا حطيت تقريبا كوبايه دقيق وكوبايه نشا وربع كوبايه مثلا نشا. هبتدي ان انا بقى العجينه بتاعتي كده طبعا هتبقى سايبه خالص، هبتدي ان انا ازودها في دقيق. الدقيق بتبقى على حسب العجينه بتاعتك، حسيتي ان العجينه صيصه كده منك خالص، حطيها بقى في دقيق. وانا حطيتها كده بين كيسين وفردتها وحطيتها في الفريزر تجمد معايا. دي بقى انا لما طلعتها من الفريزر ابتديت ان انا اقسمها كده صوابع، عملتها زي الستريبس. قسميها انت بقى صوابع، عايزه تشكليها براحتك يعني، تبقى معاكي عجينه سهله. دي طبعا كانت جمدت كده شوية في الفريزر على قد ما قدرت انا، عشان كنت مستعجلة عليها وكده. حطيتها في الاول اللي هو البديل البيض الخليط بتاعي. وبعد كده ده حاجة اسمها خلطة كنتاكي من عند العطار. انا جبتها، هي كانت خشنة خالص، طحنتها كده في الكبة بتاعتي برضو. اديتها طحنتين بس، انا عايزاها تبقى برضو بتقرمش من بره. وبعد كده جبت الستريبس بتاعي دوت، وقمت حطاه. لازم تحطيه في زيت بقى مغلي. عايزه تعملي الحركه ديت بقى، تعملي الكميه بتاعتك كلها وتحطيها في الفريزر وتطلعي منها وقت ما تحبي في عشاء ولا حاجه، ماشي مفيش مشكله. شايفين لونه بقى خطير. مش قادره اقول لكم، هتعتمدوا الوصفه دي على طول في الصيام. باي باي.